مرحبا بكم في قناتكم ماروك نيوز. إليكم أبرز العناوين: زخات رعدية ورياح قوية في مناطق مختلفة من المملكة. قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو باش توصلوا بأي جديد. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم الخميس نزول زخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير والسفوح الشرقية، كما ستكون السماء غائمة جزئيا في هضاب الفوسفات والماس مع احتمالية هطول قطرات ورعد محلي في بعض المناطق، مع إمكانية سقوط بعض الأمطار على الواجهة المتوسطية. وستتشكل كتل ضبابية في وديان ملوية وعلى السواحل الوسطى والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، مع تناثر غبار محلي في الداخل الصحراوي. ومن المتوقع أن تهب رياح قوية نسبيا إلى قوية مع العواصف الرعدية في مرتفعات الأطلس الكبير والسفوح الشرقية وجنوب شرق البلاد. درجة الحرارة الدنيا ستتراوح بين 9 و 14 درجة في مرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وبين 14 و 18 درجة في الواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي، وستصل إلى 18 و 23 درجة في باقي المناطق. أما درجة الحرارة العليا فستشهد ارتفاعا في الجنوب الشرقي بينما ستنخفض في باقي المناطق، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج في الواجهة المتوسطية والبوغاز وباقي السواحل، بينما سيكون هائجا بين المهدية وطنطان.